بعيدا عن مشاكل فوري اللي كلنا عارفينها، ايه رأيك لو قلت لك ان في تطبيق شبهه بالظبط وكمان بتاخد كاش باك على معاملاتك؟ التطبيق اللي هتكلم عنه هو تطبيق فلاش. هتلاقوني سايب لكم الرابط بتاعه في وصف الفيديو. بتلاقي مفتوح لك كاش باك تقدر تستخدمه لمرة واحدة بس على كل خدمة. طبعا تقدر تشحن رصيد موبايلك بنسبة معينة، بيطلع لك كاش باك بحد اقصى مبلغ معين، وتقدر تستفيد من الكاش باك اللي بينزل لك في رصيد محفظتك على التطبيق في شراء خدمات تانية زي شحن رصيد موبايل، فواتير، مثلا فواتير ميه، كهرباء، غاز، الكلام ده كله. طبعا زي ما قلت لكم كل خدمه بيبقى عليها نسبه كاش باك معينه، وفي خدمات بيبقى مكتوب لك تاريخ صلاحيه الكاش باك. يعني ممكن مثلا الكاش باك اللي بينزل لك ده مش بيفضل على طول على رصيد محفظتك، لا ده بيقعد مثلا شهرين، تقدر تستغله بقى في شراء خدماتك. يعني انت مش خسران اي حاجه ان انت لو بتدفع على تطبيق فوري تجرب تدفع بالتطبيق ده وينزل لك كاش باك وتستفيد بيه في خدمات تانية. فانت كده كده في كل الاحوال كسبان. بعد ما تنزل التطبيق بينزل لك رابط احاله، تقدر تدعو اصحابك. بمجرد ما يشتري خدمات من على التطبيق ب 35 جنيه تكسب 20 جنيه على كل شخص كرصيد عندك تقدر تشتري بيه خدمات تانية، وبالتالي انت كسبان في كل الاحوال، سواء سجلت من رابط احاله بينزل لك كاش باك او بعد كده دعيت اصحابك واشتروا حاجات بتكسب برضو 20 جنيه على كل شخص. طبعا مش هنحكم الا بالتجربه العمليه، فهجرب معاكم تجربه التسجيل في التطبيق ده وشراء خدمه او خدمتين بحيث نشوف هل التطبيق ده يستاهل التجربه ولا لا. لكن في بدايه الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا على طول للشرح العملي. اول حاجه بتضغط على اللينك اللي في وصف الفيديو، بينقلك لصفحه البلاي ستور. بتنزل التطبيق عادي خالص زي ما انتم شايفين كده وبيفتح معاك. اول حاجه بتضغط على كرييت الاكونت، بتكتب اسمك الاول واسمك الاخير، وبعد كده بتحط رقم موبايلك. بعد كده بيبعت لك كود التفعيل اللي هو الاو تي بي مكون من 6 ارقام على رقم موبايلك. يفضل طبعا تكون في مكان فيه شبكه كويسه. بعد ما وصلني كود التفعيل حطيته زي ما هو. بعد كده طلب مني ان انا ادخل التطبيق بالبين كود بتاع الموبايل اللي هو انت عامله مثلا كحمايه لموبايلك، بتحطه. لو مش عامل على طول بيدخل على التطبيق. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده ده شكل التطبيق، شكله سهل جدا، بس انا عايز اغير اللغه تبقى اللغه العربيه، فبضغط تحت على اكونت وبختار اللغه هي اللغه العربيه، وبعد كده بقفل التطبيق وبفتحه تاني. اول ما دخلت على التطبيق خلاص بقى اللغه العربيه. عندي خدمات كتير قوي، منها شحن رصيد، دفع فواتير، اقساط، وفواتير الغاز والميه والكهرباء، وكل واحد مكتوب عليه عرض الكاش باك سواء بقى 3% او 50% او ايا كان. لكن كفكره عامه على كل خدمه بتاخد مره واحده بس كاش باك. طيب انا بقى ازاي بشحن التطبيق ده عشان اقدر ادفع من خلاله؟ باجي هنا عند حسابي وبختار طرق الدفع، وبعد كده بضغط على اضف كارت، وبعد كده هنا بحط بيانات الكارت بتاعي 16 رقم والرقم السري وتاريخ الانتهاء واسمي على الكارت. ولو ملكش اسم على الكارت او كارت مسبق الدفع اكتب اسمك باي صيغه، المهم يكون بالانجليزي. وبعد كده بضغط على باي 1 اي جي بي اللي هو جنيه. طبعا هو بيخصم المبلغ ده كنوع من انواع التاكيد. وبعد كده بعت لي رساله من البنك قال لي حط الاو تي بي. حطيت الاو تي بي وبعد كده مبروك تم اضافه الكارت بنجاح على تطبيق فلاش. دلوقتي بقى انا عايز اجرب معاكم خدمه، هشحن مثلا رصيدي في اورنج واشحن الباقه بتاعتي. فدلوقتي هضغط على شحن الرصيد وبعد كده هختار اورنج، وبعد كده بيقول لي نوع الخدمه شحن هوا ولا تجديد باقات شهريه. انا اختار هنا تجديد باقات الشهريه، وبعد كده هحط رقم موبايلي. طبعا هنا لو ضغطت على استخدم رقمي هيحط نفس الرقم اللي انت مسجل بيه في التطبيق. فلو اورنج وانت عايز تجدده خلاص، يعني بدل ما تكتبه بايديك ممكن تضغط على استخدم رقمي، غير كده حط الرقم بايديك. هنا بياكد عليا المعامله، بيقول لي شركه الخدمه اورنج والرقم كذا والمبلغ كذا، مفيش ضرايب ولا رسوم خدمه من تطبيق فلاش. اهم حاجه تيجي هنا وتضغط على تفعيل العرض عشان ينزل لك الكاش باك، وبعد كده هضغط هنا على ادفع. بيطلب مني البين كود بتاع الموبايل، هنا بيقول لي جاري الدفع. لحظات بسيطة عمل لي علامة الصح وتم الدفع بنجاح. وزي ما انتم شايفين اورنج بعت لي رسالة تم تجديد الباقة بنجاح. يبقى كده الموضوع في ثواني بسيطة الدفع بدون اي مشاكل. وكمان خلينا نشوف كده الكاش باك اهو، نزل لي كاش باك جنيه و28 قرش، وبالتالي فعلا كده هم صادقين والكاش باك بينزل. بس مكتوب هنا صلاحية الكاش باك لحد 12 اكتوبر. طبعا العمليه عملتها يوم 13 اغسطس، يبقى صلاحيه الكاش باك شهرين تقدر تستخدمهم براحتك. لو رجعت دلوقتي للتطبيق هلاقي ان الكاش باك اتشال من على شحن رصيد لانه اول مره في كل خدمه. لازم طبعا تركز في موضوع الكاش باك، هو بيكون مكتوب نسبه مئويه بحد اقصى كذا. يعني لو المبلغ كبير قوي فاقصى حد ليك في الكاش باك
كذا. لكن لو المبلغ ما وصلش النسبة المئوية لأقصى مبلغ يبقى هيخصم بالنسبة المئوية. عشان كده اداني جنيه 28 قرش من أصل 42 جنيه 86 قرش. الجميلة هنا إن في خاصية اسمها ادفع في المحل أو عند الاستلام. بتعمل ايه؟ بتيجي هنا عند سكان وادفع، بتضغط على عرض الكل. زي ما انتم شايفين عروض على مطاعم وكافيهات كتير جدا، والعرض متاح ليك على كل مطعم او كافيه اول مرة بس. يعني شوفوا كمية العروض المتاحة. فانا مثلا هنا لو اخترت عرض بيتزا ستيشن بيقول لي عرض حتى 25% بحد اقصى 50 جنيه. يعني انت لو طلبت اوردر مثلا ب 200 جنيه فانت ليك 50 جنيه خصم لو دفعت عن طريق التطبيق، وافهمك ازاي تدفع عن طريق التطبيق. طب لو دفعت اقل من 200 جنيه بيبقى الموضوع بنسبة مئوية، يعني 25% من قيمة المبلغ اللي انت هتدفعه. طب لو اعلى من 200 جنيه لا، انت اقصى حد ليك هو 50 جنيه اللي هو اصلا 25% من المبلغ. يعني لو دفعت 250 او 300 برضو هم 50 جنيه الخصم اللي هينزلوا لك، وطبعا ده مبلغ ممتاز جدا. طب ازاي بقى بتقدر تستفيد من العرض ده؟ بتيجي تحت هنا وتختار الخاصية اللي انت عايز تدفع بيها اونلاين ولا توصيل، وبعد كده المطعم او الكافيه اللي انت عايز تدفع فيه بتقول لهم انا عايز ادفع بتطبيق فلاش. المفروض ان هم بيدوك زي كيو ار كود كده. بتيجي تحت هنا في التطبيق وتضغط على سكان وادفع، يعمل السماح للكاميرا وبعد كده بيعمل سكان لكيو ار كود كده. التطبيق بيعرف ان انت بتدفع تبع العرض ده، وطبعا لازم تبقى شاحن التطبيق زي ما وريكم من شويه بالفيزا، وبتدفع عادي وبينزل لك الخصم اوتوماتيك من قيمة المبلغ. ودي الطريقة اللي انت هتنفع معاك في دفع بأي طريقة عن طريق فلاش. نقطة مهمة جدا انه الدعم الفني بتاع التطبيق ده ممتاز جدا. يعني انت لو جيت هنا ضغطت على علامة الرسالة دي على طول بيقول لك ان انت تقدر تتواصل معانا على الواتساب. بتضغط على الزرار اللي قدامك ده بيفتح لك الشات بتاعهم على الواتساب، تقدر تبعت اي مشكلة وبيردوا عليك على طول. وانا جربت قبل كده، طبعا دي ميزة الناس بتفتقدها مثلا في فوري او في التطبيقات اللي هي عليها ضغط كبير قوي. خواص تانية موجودة في الصفحة الرئيسية للتطبيق بتقدر من خلاله تدفع اشتراكك مثلا في تطبيق ماني فلوس اللي هو بتاع الجمعيات، وبرضو تقدر تعرف الأسعار اليومية للذهب والعملات الأجنبية. وفي برضو هنا الدعم لأهلنا في غزة تقدر تدفع من خلاله، وفي برضو عروض تانية بتقدر تدفع من خلالها بالطريقة اللي أنا قلت لكم عليها السكان وادفع. وهنا برضو بيطلبوا منك رأيك في التطبيق ده. بس في شوية نقط كده حابب أقولها لك في نهاية الفيديو، مميزات وعيوب تطبيق فلاش من وجهة نظري وفي الفترة الحالية. أول حاجة مميزات التطبيق ده إنه الدعم الفني بتاعه سريع جدا ويقدر يحل لك المشكلة بتاعتك بسرعة جدا. عروض الكاش باك بتاعته ممتازة جدا، والمميز إن كل خدمة ليها عرض كاش باك. ثالث حاجه ان انت مش محتاج تمضي على اوراق او تروح مكان عشان تفتح حساب فيه، انت مجرد بس بتسجل برقم موبايلك تحط اسمك كده خلاص اتفتح حسابك. وبالتالي انا شايفه كده ممتاز جدا. الله اعلم قدام ممكن ايه اللي يحصل، لكن لحد دلوقتي ده انا شايفه ميزه في التطبيق. بالنسبه بقى لعيوب تطبيق فلاش، التطبيق ملوش كارت بنكي زي فوري. يعني فوري مثلا عمل كارت الاصفر وده بيسهل التعاملات شويه، ومش شرط بقى تحط كارت بنكي بتاعك، انت ممكن تشحن اللي هو كارت فوري الاصفر ده عن طريق انستا باي وبتتعامل بيه على التطبيق. لكن هنا لازم تربطه بكارت بنكي، مش كل الناس بتحب تربط كروتها البنكيه بالتطبيقات. لسه ما فيهوش خدمات كتير زي فوري وشحن كروت زي الكهرباء والميه اللي هي NFC. ثالث عيب من وجهه نظري انه رصيد الكاش باك اللي انت بتكسبه ما تقدرش تسحبه، لازم تصرفه وكمان ليه تاريخ صلاحيه. ده رايي الشخصي في التطبيق بمنتهى الحياديه. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.